هو التغيرات المناخية ما تمسش تونس فقط، تمس العالم كامل. والتغيرات المناخية ما فقش بها العالم بكري. هذاك علاش قمنا معناها كبشر بعمليات تطوير وغير ذلك، ولكنها مست من خصوصيات الكون، من خصوصيات الكوكب متاعنا، وبالتالي أثرت بطريقة مباشرة على المناخ. واليوم نعيشوا النتائج هذه. النتائج هذه كما شفتوا حرائق، حرارة مرتفعة جدا، فيضانات في أماكن أخرى، وهلم جرى من مثل هذه الأشياء التي ترهقنا كثيرا وتمس من مواردنا. احنا مثلا تمس من مواردنا المائية، تمس من مواردنا الغذائية، تمسنا في صحتنا. وبالتالي المواطن اليوم أصبح يعي ما تعني كلمة التغيرات المناخية، وبالتالي تصرفاتنا ستكون مهمة جدا، أولا للتخفيف من حدة هذه التغيرات، وهذا في المتناول إلى حد ما، ولكن على مستوى عالمي. جويليا الحالي الخبراء كلهم يجمعوا على أن الأرض لم تعش فترة مثل هذه لمدة شهر حوالي منذ 125 ألف سنة. نأكد نعاود الرقم، 125 ألف سنة، يعني حتى قبل أن يكون الإنسان كما هو اليوم وغير ذلك. وبالتالي التأثير تأثير كبير جدا، لكن نستطيع دائما التخفيف من هذه الوضع بأعمال مركزة وفي هذا الاتجاه. ويمكننا أيضا التكيف مع هذه الوضعية بأن نعيش بطريقة أخرى ونستهلك مواردنا بطريقة أخرى، وكل هذا يخفف من وطأة هذه التغيرات الهامة والهامة جدا.